تعادل الاهلي والترجي 0-0 في المباراه الاولى في نهائي دوري ابطال افريقيا. نتيجه مش وحشه ونتيجه كويسه ان شاء الله، بس بشرط ان احنا نجيب جون في اول المباراه ان شاء الله، يعني يوم السبت الجاي. اللي عجبني في الاهلي ان ساب الترجي، يعني ايه، الاهلي كان بيعامل الترجي ان بياخده على قد عقله. الاهلي خد الترجي على قد عقله، بيهاوده كده وسايبه براحته خالص. دفاع الاهلي كان قريب من بعضه، عمل ماتش حلو بصراحه في الدفاع. التحركات كانت كويسه، انما في الهجوم المسافه كانت بعيده قوي، كل لعيب بعيد عن التاني، ما حدش بيقرب من التاني. مدرب الترجي على الله حكايته بالحركات اللي كان عمال يعملها، ورايح جاي عمال يتنطط على الخط زي فروع علوز زي باتشيكو. اول ما شفته قلت ده باتشيكو التاني، وعرفت انه برتغالي اخر. تالت حاجة، على قد ما الناس منتقدة غربال امبارح، لكن بصراحة هو فوت لمحمد عبد المنعم كتير امبارح، والحمد لله ان محمد عبد المنعم ما انطردش، على قد غلطة معلول، لكن ما طردش عبد المنعم. نفوز للنهائي 2-0 ان شاء الله.